ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اساور العجوه. ما شاء الله مش مكلفه، زي ما انتم شايفين عاملين الكميه الحلوه دي من 2 كيلو دقيق ونص كيلو سمنه وكوبايه زيت. ان شاء الله برضو هنكتب المقادير في صندوق الوصف، وهنمشي في الوصفه واحده واحده وان شاء الله تعجبكم. زي ما انتم عارفين انا مش بحب اطول في المقدمه، بس انا عايزه اوريكم الاساور ما شاء الله طالعه دايبه وعامله ازاي. ما شاء الله حلوه قوي قوي، هتعجبكم. وان شاء الله هنعمل الوصفه خطوه خطوه مع بعض، وان شاء الله هتعجبكم، وكمان هي مش مكلفه. سلام. زي ما انتم شايفين بقى مقاديرنا: كوبايه لبن في الاول خالص، وهنحط معاها معلقه ونص خميره، وكمان هنحط معلقتين سكر، وهنقلبهم ونسيبهم على جنب. زي ما انتم شايفين هنقلبهم لحد السكر ما يدوب خالص، اللبن يكون دافي، وهنسيبهم شوية على جنب. وده الدقيق بتاعنا، دول 2 كيلو دقيق. طبعا اللي حابب يعمل نص الكمية بيقسم المقادير. هنحط معلقة كبيرة ملانة شمر وينسون وقرفة وقرنفل على بعض، معلقة واحدة، مش هنكتر علشان ما يمررش. وهنحط معلقة كبيرة بيكنج باودر، وعادي ممكن لو محطيناش البيكنج باودر عادي برضو، بس انا بحب احط بيكنج باودر لانه بيعمل تفاعل حلو قوي في العجين. هنقلب كل الكلام ده مع بعض، وهنحط كمان ذرة ملح، زي ما انتوا شايفين كده. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. وهنا بقى هنحط السمنة والزيت، دول كوبايتين سمنة وكوباية زيت على 2 كيلو. كوبايتين سمنة وكوباية زيت، زي ما انتوا شايفين بقى كده. هنقلب كل ده مع بعضه. طبعا هنقلب السمنة والدقيق زي ما انتوا شايفين كده. ودي خطوة مهمة جدا جدا، ان احنا هنبس العجين بايدينا زي الكحك. كل ده هنقلبه مع بعضه، وهنبدأ ان شاء الله نبسه كده، السمنة والدقيق، لحد الدقيق ما يختفي خالص تماما. هنبدأ نبسه واحدة واحدة. هنلم اول الدقيق كله على بعضه مع السمنة زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ بقى نفرك نبسه خالص. ودي خطوة مهمة جدا جدا، ما تستهونيش بيها. هتفضلي تبسيه لحد ما يبقى عامل زي الرملة في ايدك كله، زي ما انتوا شايفين. وهنا خلاص انا خلصت. هنحط طبعا بعد ما فركناه خالص كده وبسيناه كله، زي ما انتوا شايفين هنحط الخميرة وكوباية اللبن. وهنكمل عجن. هنقلبه تقليبة كده. انا استخدمت 3 كوبايات لبن في العجن ده. 3 كوبايات لبن، كوباية في الاول زي ما انتوا شايفين، كوباية في الاول. وهنا طبعا زي ما انتوا شايفين حطيت كمان كوباية عشان اقلب فيها الزبادي. 3 زبادي كبار على 2 كيلو، 3 زبادي كبار. العجينة ما شاء الله غنية، ما شاء الله غنية وحلوة قوي للأطفال، كلها لبن وزبادي. زي ما انتوا شايفين هقلب الزبادي كويس مع كوباية اللبن.
العجين كمان فوق السوائل دي هيحتاج كمان كوباية لبن. عشان تبقوا عارفين هناخد 3 كوبايات لبن على 2 كيلو دقيق علشان العجينة تطلع معاكي مظبوطة. وطبعا تخلي بالك على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستعمليه. انا مستعملة دقيق عادي لجميع الاغراض. وهنا هبدأ بقى اعجنه تماما زي ما انتوا شايفين. العجينة احتاجت معايا كمان كوباية دقيق. بعد ما لميت العجينة بالزبادي لقيتها لسه محتاجة سوائل، حطيت لها كمان كوباية لبن. بس انتي كمان وانتي بتعجني تحطي اللبن واحدة واحدة عشان العجين ما يطلعش سايح معاكي. وكده عجينتنا خلصت زي ما انتوا شايفين. يا رب وصفتي تعجبكم.